جدع الواحد شعره طويل أوي. ازيكم يا جماعة كلكم، معكم جورج أندروس، طالب هنا بيدرس ماجستير في ألمانيا. بعتذر جدا على الفترة اللي فاتت في الغياب بتاعي، بقالي قد إيه تقريبا متغيب. الواحد بقى تايه خالص الفترة ديت، بقالي 4 شهور متغيب عن القناة وكده، فبعتذر جدا على الغيبة ديت. وكلكم وحشني الفترة دي كلها، يعني بصراحة ناس كتير قوي كانت بتسأل عليا وكده. فطبعا بحب أشكر كل الناس اللي دخلت سألت عليا واللي كانت بتكلمني الكومنتس عن الفيديوهات، الغيبة الطويلة وفين فيديوهاتي وكده والكلام ده. طبعا الفترة اللي فاتت كانت فترة يعني صعبة قوي بس يعني كانت لذيذة في نفس الوقت. هو بس الغيبة دي كلها بسبب كان عندي امتحانات فاينل. هنا الجامعة عندي شغالة بنظام المحاولات، انه في فترة امتحانات في فبراير وفي فترة امتحانات في ابريل، انت تقدر تختار اللي انت عايزه يعني. فعن نفسي انا قسمتها ما بين فبراير وابريل، زائد انه كان في اللي هو شغل العملي بتاعنا كان في النص، يعني كان في مارس. فبعد ما خلصنا امتحانات فبراير على طول كان البراكتيكال كان لذيذ، كان عبارة عن اسبوعين ونص او حاجة زي كده شغل براكتيكال لمادتين، وبعد كده كان في تسليمة ريبورت. فده برضو حرق معانا وقت طويل قبل ما خلصناهم وكده. بعد ما خلصنا براكتيكال مباشرة قال لك يلا بقى عشان امتحانات ابريل، ودخلنا اخيرا محاولات ابريل وكده وخلصنا. بعد ما خلصنا امتحانات ابريل وقلت خلاص يلا هنبدأ نعمل فيديوهات، اللابتوب بتاعي بدأ يستهبل وكان بايظ، ما عرفتش اعمل اي اديت لاي فيديوز او اي حاجة اظبطها. اضطريت ساعتها اجيب واحد تاني واستنى عبال ما يوصل. بعد كده في الفترة ديت اهلي قالوا لي هنزورك الفترة دي، لازم نشوفك. فترة لطيفة، قعدوا اسبوع معايا، خرجنا برضو واتفسحنا وكده وشافوني تقريبا وشافوا المكان لأول مرة. كانت حاجة لطيفة جدا، يعني بقالي وقت طويل ما شفتهمش وكده. كان عمي برضو جه من فرنسا بالعربية، فأول مرة أركب عربية من 7 شهور، فكان إحساس هايل جدا. أنا كنت قلقان على نفسي إذا كنت نسيت السواقة ولا لسه فاكرها، بس الحمد لله طلعت فاكرها كويس. أنا مولود على الطريق فالناس اللي بتسوق عربيات وهاوية عربيات هتفهم الإحساس اللي أنا بتكلم عليه دلوقتي. تقريبا العربية الوحيدة اللي ركبتها هنا من ساعة ما جيت بعيدا عن مع عمي كانت عربية الملاهي. بس أنا يعتبر ما خرجتش بره البلدة اللي أنا فيها، زي ما قلت قبل كده. أنا مقيم هنا في بلدة صغيرة اسمها كومباخ. فأنا تقريبا ما سبتش المكان من ساعة ما جيت. بس ساعتها لما أهلي جيوا ورحنا نيورنبرج، ده كده أنا رحت بقى مدينة كبيرة كده، يعني أنا كده بقى سبت الريف ودخلنا بقى على المدن الكبيرة. الأوتوبان طبعا بقى أخيرا شفناه، يعني كانت حاجة ممتازة جدا بجد. دي كانت كل حاجة. زي بقى الفترة دي برضو اتعرفنا على الناس أكتر. في عدى علينا يوم حد يا جماعة، يعني يوم حد المحلات كانت فاتحة فيه. دي أول مرة أشوفها في حياتي، يعني كان في يوم حد المحلات لقيتها فتحت فيه في نص اليوم، فتحوا فجأة. كانت درجة الحرارة فيه حر تقريبا، هو دلوقتي الجو بقى حر يعتبر. برضو المكان اللي أنا فيه دوت، من المميزات فيه الجو. أنا تقريبا الجو دوت عدى عليا كويس جدا، يعني الشتوية اللي فاتت دي ما كانتش شتوية قوية ولا حاجة، أو الموضوع كان محتمل، يعني مش حاجة مش هنموت يعني لو خرجنا بره وكده. فالجو هنا يعتبر حلو جدا. برضو كان في كرنفال من قريب كان معمول، ده حاجة خاصة بالبلدة ذات نفسها، هي مناسبة للبلدة بتعملها، برضو كان لذيذ جدا. غير كده طبعا لما يبقى الجو حلو والسما صافية، في بلاسنبرج زي قلعة كده موجودة، أعلى قمة موجودة في البلدة، بتبقى جميلة جدا. واحد بياخد فيها لف، حاجة رايقة جدا بصراحة، خصوصاً في وقت أجازة أو كده، يوم السبت أو حاجة زي كده بتبقى لذيذة. وبرضو الدفعة عملنا زي هايكنج كده، طلعنا فيه في الأدغال. هو زي بلدة صغيرة تانية جنبنا بنروحها، فيها زي بحيرة كده مقفولة، الناس بتروحها مشي، بس بيتمشوا على طريق من بره. احنا بقى قلنا لا، احنا مش هنمشي على الطريق، احنا قلنا هناخدها من الادغال بقى، نخش في قلب الغابة وهنتمشى في حتة مش مؤهلة خالص ان انت تتمشى فيها. نص المسافة بنطلع جبل، والنص التاني بننزل من الجبل. ولو رجلك سرحت في حتة غلط هتاخد الجبل ده كله وانت نازل سحل. فكانت مغامرة جامدة جدا، بس كانت لذيذة. دي كده كل حاجة تعتبر عملتها الفترة ديت مميزة شوية ومختلفة. غير كده بقية الفترة كانت ملل، يعني عبارة عن مذاكرة بس مفيش حاجة جديدة. فالفترة ديت هنعمل فيديوهات على قد ما اقدر ان اغطي بيها كل الحاجات اللي في ناس طلبت مني ان اعمل لها فيديوهات، حاجات زي الموتيفيشن ليتر، الايلتس وازاي تجهز الايلتس، كل دوت جاي في الفيديو دوت. عبارة عن كيو ان اي كده، بجاوب فيه عن اسئلة معينة الناس سألتني فيها في الكومنتات، فحبيت اني ممكن اعمل لها فيديو عشان اشرح فيه الامور بطريقة ابسط شوية. فالسؤال معنا الاولاني بالنسبة للتأمين الصحي للطلاب اللي فوق 30 سنة بيكون ازاي وتكلفته بتبقى كام؟ فبالنسبة للطلاب اللي هم تحت ال 30، بتبقى التكلفة بتاعته بتبقى حاجة حوالي 140 ل 150 يورو في الشهر، ده التأمين. لأنه زاد الفترة اللي فاتت، كان أقل من كده في الأول وقت ما جيت، بس زاد
الفترة دي. بالنسبة للي أكتر من 30 سنة بيبقى 200 210 حاجة زي كده، ده لو أنت طالب. طبعا شخص لوحدك أعزب يعني. فدي لو أنت بنتكلم على التأمين الحكومي. التأمين الخاص بتبقى طبعا أسعاره بتختلف من تأمين للتأمين، دي برضو على حسب الشركة اللي أنت عايز تتعامل معاها. طبعا المعلومات دي كلها ممكن تعرفها على شركة التأمين ذات نفسها. أنت أول لما بتقدم، لو أنت عايز تقدم عليها من قبل ما تيجي، في إنك تعمل كده. يعني لو مثلا مع فينتيبا بلس، فهو اوريدي بيعمل لك التأمين، اتكلمت عليه قبل كده ازاي بتمشي في الإجراءات بتاعته. بس هي موضوع بسيط، وهما يعني انت بناء على الابلكيشن اللي انت تكتبه معاهم في تيبا بلس، البيانات بتاعتك هو هيرجح لك التأمين بتاعك اللي يصلح ليك، وتكلفته كل حاجة يبقى مفهمها لك قبل ما تيجي. واللينك بتاعه هسيبه في الديسكريبشن لو عايز تشوف تفاصيله، او تبعت لهم الايميل برضو على الايميل بتاع فينتيبا، بيردوا على طول. فيديوهاتك مفيدة وجميلة جدا حبيبي، تسلم. ممكن تشرح لي ايه اللي هيتغير لو معاك ضامن مالي من الحساب المغلق؟ في حالة الضامن المالي يا جماعة، عشان اسف ما اتكلمتش عليها قبل كده في الفيديو بتاعي، هي هتبقى بنفس يعني نفس الاجراءات بالظبط. بس الفكرة انه بدل ما هتقدم للسفارة ورقة بتثبت ان انت عملت الحساب المغلق بتاعك ومعاك الكونفirmation بتاع انه في حساب مغلق موجود، لا، في ورقة اسمها فليشتونج اكليرونج. انا اسف لو الاسم يعني مش مظبوط قوي، هبقى كاتب اسمها هنا. دي ورقة شخص قريبك او ايا كان مين اللي هيضمنك ماليا في المانيا بيطلعها. الورقة دي بتتضمن هو توتال بيعمل كام يعني ارباح من شغله، ومين الناس اللي موجودة، سواء هل هو اعزب ولا متجوز ولا متجوز ومخلف، وبيصرف كام. بتبقى زي ليها حسبة معينة، فالشخص اللي هيضمنك بيعملها، بيقدم عليها وبيروح يبعتها لمكتب الأجانب. مكتب الأجانب بيأبروف الورقة ديت، وبعد كده خلاص انت بتاخد ليها نسخة. تقدر بعد كده ان انت تستعملها عادي في الإجراءات بتاعتك وفي ورقك، كأنها يعني بتحل محل ورقة الكونفirmation بتاع الحساب المغلق. ومعانا سؤال تاني برضو، ابقى اتكلمنا عن الشغل، لقيت ولا لسه ولا صعب ولا سهل ولا ايه؟ شكرا. فموضوع الشغل يا جماعة، عشان برضو في ناس كتير سألتني فيه، هو مش مستحيل. حتى هنا في بلدة صغيرة تعتبر، وفي شغل عادي موجود، ومش شرط يبقى معاك ألماني قوي عشان تشتغل برضو هنا، حتى لو هي بلدة صغيرة. يعني ممكن الفكرة علشان أنا هنا يعني في بلدة، هي بلدة صغيرة بس بلدة جامعية، ففيها طلاب كتير أصلا من بلاد تانية أو مش ألمان أو بس، فالفرص بتبقى موجودة. هل أنا لقيت شغل لسه؟ للأسف لأ. ليه؟ هي بس فكرة إنه الدراسة عندي ضيقة جدا وقتها، يا هتشتغل يا هتدرس. فاهمين قصدي؟ في ناس عندي فعلا اشتغلت في البروجرام، بس مذاكرة تقريبا مفيش. هي دي المشكلة. ممكن طبعا الموضوع بيختلف من بروجرام للتاني. في برامج ماستر عندنا هنا برضو في نفس الكلية، اللود في الدراسة أخف بكتير عننا، والناس اللي فيها بتشتغل عادي وبتعرف تدرس وكل حاجة تمام. لكن هي بتختلف، تعرف توازن ما بين الدراسة والشغل ازاي. لو عرفت فشيء تمام جدا وتقدر تقدم، وفي حاجات كتيرة هنا ممكن تلاقيها بارت تايم أو فول تايم عادي خالص. في ناس كده قالوا لي إنه أسهل حاجة إنك تشتغل في الصيف، بلاش تشتغل وسط الدراسة في البروجرام بتاعنا بالذات. من الناس اللي هي الدفعات القديمة، ذاكر عادي خالص، خلص دراستك وتعالى في فترة أجازة الصيف، لأن هي دي الأجازة تقريبا اللي هتشوفها. غير كده مثلا نص السنة مفيش أجازة يعتبر. ممكن تشتغل هنا فول تايم عادي، وتخلص عدد ساعاتك على قد ما تقدر في فترة اللي هي الصيف، وهتلاقي نفسك يعني يعتبر عملت نفس المبلغ اللي كنت هتعمله لو اشتغلت بارت تايم في وسط الدراسة. فهي نفس الفكرة، يعني هي هتشتغل حبة حبة في وسط الدراسة وتحاول تبالانس ما بينهم كل يوم، ولا تستنى لحد ما تخلص خالص وتاخد أجازة الصيف، وبعد كده تحرق عدد الساعات كلها في الفترة بتاعت الصيف ديت كفول تايم. لكن بالنسبة لي الفترة ديت الدراسة تعتبر أهم، لأنه السنة الأولى في البروجرام بتاعنا هي أصعب سنة وهي أهم سنة، لأنه ما يعني لو وقعت في مادة هتضطر تستنى. المواد ما بتتفتحش كل سمستر، يعني لو المواد بتتفتح في السمستر الأولاني، فالمحاولة التانية ليها هتبقى السمستر الأولاني السنة الجاية. مش أحسن حاجة إن أنت تقع في مادة من دول، وإلا هتزود على نفسك سنين تانية. السنة الأولانية هي أهم سنة بالنسبة لي، لازم تخلص. من بعد كده السنة اللي بعدها هتبقى سنة عملية، أو بننزل فيها شغل عملي وانترنشيب وحاجات زي كده، فما بيبقاش ما فيهاش شغل التطبيق اللي هو بتاع الكورسات وتذاكر وامتحان والجو ده قوي، يعني حاجات بسيطة قوي. هيبقى ده بالنسبة لي أسهل بكتير، زائد أجازة الصيف. فطبعا أنا آسف إن أنا ما عملتلهاش أي فيديوهات لحد دلوقتي، بس هي عشان لأن أنا لسه ما عدتش بالتجربة لحد دلوقتي زي ما قلت قبل كده. فده من حيث الشغل، أتمنى أكون وضحت
وضحت النقطة ديت. وطبعا هي بتختلف من كل واحد والبروجرام اللي هو جاي عليه وهو قدرته ازاي في انه يذاكر ويوازن ما بين الشغل والدراسة نفسها. السؤال التاني بيقول معانا ممكن تتكلم عن طريقة تعلم اللغة من حيث الكلمات والسعر وغيره. من حيث اللغة، اللغة الألمانية في الحالة ديت هي أنا أصلا باخد كورس في وسط الدراسة بتاعتي. أنا أوريدي خلصت النص الأولاني من الكورس ده، كان A11 حاجة يعني ما ذاكرنالهاش غير ليلة الامتحان، لأنه أوريدي أنا كنت مخلص قبل ما أجي مصر A1 بس ما كانش معايا أي شهادة رسمية بتقول كده، فكان هنا إجباري إن أنت لازم يبقى معاك خلال السنة الأولى كورس A1. فأنا حاليا ماشي في A12، لكن طبعا يعتبر كورسات بدائية جدا، لازم أجري في الكورسات أكتر من كده. بس الجامعة عندنا بتدينا كل الليفلز بتاعت اللغة، تقدر تدرسها عادي مجاني في وسط الدراسة كأنه كورس عادي. غير كده يعني بحاول إن أنا أقلل الكلام بالإنجليش مع أي حد ألماني لو في أي موقف أو أي حاجة تستدعي إن أنا هتكلم، فدايما ما بلجأش اني اتكلم بانجلش خالص. يعني اهم حاجة في تعلم اللغة دوت انك تلطش بالكلام، فاهم يعني؟ ما تتكسفش، خش على طول اقعد اتكلم الماني او عك بالكلام، مش مهم. المهم توصل اللي قدامك يعني الفكرة وخلاص، يعني على قد ما تقدر. وهو الموضوع دوت حلو، يعني بيعلمك اللغة بطريقة أورجانيك، لأن هو عموما التعلم اللغة بيبقى كده، إن أنت كلمة من هنا على كلمة من هنا، حاجة سمعتها من هنا، حاجة فهمتها من هنا. ودايما أنا مؤمن بفكرة إيه، إنه أي جملة هتقولها بالألماني تحت الضغط، يعني أنت متوتر وعايز تفهم اللي قدامك بسرعة وكده، وفي ناس بص عليك مستنياك، هي دي اللحظة اللي الكلمة، يعني أي كلمة هتطلعها وتقولها هتثبت في مخك، مش هتنساها أبدا. فالموضوع دوت فعلا بيفرق جدا. حاول ما تتكلمش بالانجلش على قد ما تقدر، يعني اتكلم الماني، حاول يعني تبدا حوارك بالالماني، حاول تتعلم كلمات جديده، اعمل جدول. كنت اعمل فتره من الفتره ديت وعايز ارجع للحوار ده تاني، كنت بعمله في الاول وبطلت الموضوع دوت، بس لازم ارجع له تاني وهرجع له فعلا. جدول كبير في كل الكلمات اللي انت اتعلمتها في اليوم دوت مثلا او قبل كده، كل يوم بتصحى الصبح تعيد الكلمات كلها تسمعها. يعني ده كان موضوع هبقى اقولكم كان جدول عامل ازاي اللي انا كنت بعمله، وكنت عامل كشكول بيه كده كل الكلمات زي فوكابز كده كتير حاططها. يعني كل يوم اصحى الصبح بكتب الكلمات ديت كلها تاني، علشان بحيث ان انت تنمي عدد الكلمات اللي عندك، لانه كل ما الكلمات عندك تبقى اكتر كل ما تقدر تبني جمل بالكلمات اللي انت كونتها او انت حفظتها مع الوقت. فدي برضو نقطة مهمة. طبعا ما اقدرش ادي نصايح قوي في موضوع اللغة دلوقتي، لانه لسه برضو انا لغتي مش قوية قوي في الالماني خالص يعني. لكن الفترة اللي فاتت بدأت افهم الناس اكتر، يعني خصوصا الفترة اللي فاتت لما اهلي كانوا زاروني، فكنا بنخرج كتير وكده، فكنت انا المسؤول عن إني لو قاعدين في كافيه او حاجة وهنطلب حاجة، فكنت انا المسؤول عن اني باخد يعني الحاجات اللي اهلي عايزينها وبقولها للواقف بياخد مننا الطلبات، يعني عشان فالموضوع ده كان حلو برضو. معظم الوقت كنت بفهم هو ايه اللي بيتقال، فالموضوع ده برضو جديد. انا حاسس ان انا ما كنتش بفهمهم بالسرعة دي زي ما كنت بفهم قبل كده. وهي حاجة أورجانيك الواحد بيتعلمها مع الوقت، بس لازم طبعا تشتغل على نفسك، يعني لازم تذاكر اللغة ولازم تفهمها كويس وكده. دي خطوة لازم هتخذها على طول بعد ما نخلص السمستر دوت كمان. بس أنا الفترة ديت مركز زي ما قلت لكم، لازم مواد السمستر الأولاني من البروجرام تخلص كلها. بعد كده هنحاول يعني ايه نهدي الريت شوية في الدراسة ونعلي الريت شوية في اللغة، وهتكلم عليها برضو بتفاصيل تانية قدام في فيديوهات تانية كتير جاية بعد كده. معايا سؤال تاني، انت ساكن فين وبتدرس ايه؟ نفس الشخص. انا ساكن في بلدة صغيرة اسمها كومباخ في بافاريا. البلدة ديت تعتبر فيها كلية علوم تابعة لجامعة اسمها University of بايرويت. بايرويت دي بلدة تانية كبيرة موجودة جنب كومباخ، مش كبيرة قوي يعني، بس ايه اكبر طبعا من كومباخ. كومباخ دي تعتبر بلدة صغيرة. الدراسة بتاعتي انا بدرس ماستر فود كواليتي اند سيفتي. انا في الاساس خريج بايو تكنولوجي من مصر، وحبيت اني اتعمق اكتر في مجال الفود كواليتي وكده، لانه يعني ده حاجه كانت في بالي من زمان جدا. سكن الطلاب للطلاب الجامعيين فقط. هو السكن بتاعي اللي انا ساكن فيه يعتبر للطلاب الجامعيين. انا عارف ان في ناس كانت بتسالني في موضوع الاوس بيلدونج. هو الموضوع على حسب العقد بتاع المكان. يعني انا عندي في العقد اللي انا وقعته بسعر السكن مكتوبة فيه كده واضحة وصريحة انه السكن دوت ينطبق على الطلاب اللي معاهم شهادات قيد انهم تبع جامعة بايرويت او كام جامعة تانية كانوا محيطين بالمكان. الجامعات دي كلها جامعات اكاديمية، مش مراكز اوس بيلدونج او هوخشولة. فطبعا هو كله على حسب العقد بتاعك بيقول ايه، والشركة او المسؤولين عن التسكين بتاع الطلبة دوت مين من الطلاب بيعتبروه يصلح للسكن او لا.
حضرتك ايه احسن شركة اعمل معاها تأمين، فينتيبا بلس ولا غيره، والتأمين الحكومي ولا التأمين الخاص لو انا رايح دراسة بكالوريوس؟ انا دايما ارجح تأمين حكومي. التأمين الحكومي في منه انواع كتيرة جدا. في جامعات بتبقى اصلا شرط عليك ان انت تعمل تأمين حكومي، بس مش كل الجامعات. في جامعات تانية بتبقى سايباها مفتوحة عادي، تأمين حكومي او خاص عادي، يعني بيقبلوا بالاتنين. لكن انا برجح عن نفسي التأمين الحكومي لسبب انه التأمين الحكومي فيه انه بيخليك تقدر عادي تستفاد بخدمات التأمين على طول من غير ما تدفع حاجة مقدما. التأمين الخاص بيخليك ان انت تدفع مقدما وبعد كده تسترد فلوسك من الشركة اللي انت تابع ليها بعد كده. فالموضوع ده مبيبقاش سلس قوي للطلاب وكده، فعشان كده يعني برجح دايما الحكومي بيبقى احسن. الشركات اللي بتقدم الخدمات بتاعة التأمينات، انا عن نفسي جربت مع فينتيبا، برضه السيب اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن لو عايزين تشوفوه او تعرفوا عنه تفاصيل اكتر. في طبعا شركات تانية كتير، يعني في اكسباتريو كمان وغيرها من الشركات. تقدر تشوف اللي انت عايزه، كلهم بيقدموا خدمات قريبة من بعض جدا. لكن انا عن نفسي قدمت مع فينتيبا، كان تأمين دي اكا. دي شركة حكومية، تأمين لحد دلوقتي زي الفل تمام جدا. التأمين بتاعي يعني يعتبر جيت هنا فعلت الحاجات على طول، ما عملتش كل حاجة من اول وجديد، فكانت كل حاجة جاهزة يعتبر من قبل ما اجي. دي طبعا الميزة الأساسية في موضوع الشركات اللي بتقدم لك خدمات الحساب المغلق والتأمين في نفس الوقت كباكج على بعضها قبل ما تيجي. لو سمحت، أنا خريج علوم برضو ودبلومة بايوكيمستري، لو أمكن تشرح لي تخصصات ماجستير أقدم عليها. يعتبر في مجال العلوم عموما حاجات زي الفود كواليتي اند سيفتي طبعا اللي أنا موجود فيه دلوقتي، فده برضو من المجالات الحلوة جدا لخريجي علوم. في كمان الاجروجينومكس، دي برضو من المجالات التانية. التوكسيكولوجي برضو دي كانت حاجة قدمت عليها قبل كده في فترة برضو. في مجالات الأجريكلشر عموما، يعني مجالات الأجريكلشر هنا كبيرة وواسعة، وبتبقى دايما طلبة من العلوم وكده. حاجة برضو environmental مهمة برضو فيها موضوع البايوكيمستري وكده. واحنا عندنا كان في البروجرام بتاعنا في ناس كتيرة قوي خريجي بايوكيمستري برضو موجودين. ففي مجال العلوم عموما سواء بايوكيمستري او غيره، الاجريكلشر مجال كويس، الانفايرمنتال برضو، واي حاجه ليها علاقه بالتوكسيكولوجي برضو مهمه. في برامج حلوه للماستر، في برامج كتيره موجوده ليها، وجامعات كتيره بتقدم برامج في التخصصات ديت. المانيا مضيعه للوقت. I don't think so يا معلم. الواحد يعني قبل كده الواحد كان حاسس انه تايه، يعني فاهم؟ اول لما واحد جه هنا بقى ايه اللي هو في طريق معين ثابت وواضح قدامه هيبدأ يمشي فيه. هي دي الفكرة يعني، فهي بتختلف طبعا من شخص للتاني. اعرف منين ان الجامعة عندي بتقبل ورق اثبات اللغة بالانجلش مش ايلتس؟ الموضوع دوت هيبقى مكتوب في التفاصيل بتاعة البروجرام زي ما قلت قبل كده. مواقع زي موقع الداد أو موقع الرسمي بتاع البروجرام في الجامعة اللي أنت عايز تقدم عليها، بيبقى فيه دايما لازم هيبقى فيه سيكشن للريكويرمنتس اللي الجامعة دي طالباه. فدايما هتلاقي في الريكويرمنتس في سيكشن للريكويرمنتس بتاعت اللغة. لو لقيت إن هم طالبين أي إثبات للغة هيبقوا كاتبين فيها التفاصيل ده. هو أنا بعمل خطاب تحفيزي لكل برنامج ولا كله واحد؟ الخطاب التحفيزي هو مش هيختلف كتير عامة من بروجرام للتاني، لأنه هو الهدف يعني الدافع بتاعك واحد يعتبر بناء على البرامج. فحتى لو البرامج مختلفة عن بعضها دايما مش هتبقى مختلفة للاختلاف اللي هو يخلي إنه الخطاب بتاعك هتبقى محتاج تكتب واحد جديد في كل بروجرام يعني. وبرضه هتكلم عنه بتفاصيل في الفيديو اللي جاي، لأن هو الفيديو اللي جاي على طول بعد دوت عن ازاي تكتب الخطاب التحفيزي. فكرته بسيطة، وبرضه هتكلم عليها في الفيديو بتاع الخطاب التحفيزي. لو اوريدي نزل وانا بنزل الفيديو دوت هتلاقوه موجود في الكريدتس هنا على جنب. بالنسبة لو انا لسه طالب وعايز الحق الوينتر سمستر على طول، والتقديم بيفتح وبيقفل قبل ما اتخرج اصلا واخد شهادتي ما العمل. بخصوص موضوع الشهادة، في برامج برضه بتسمح لك ان انت تقدم وانت لسه ما معكش شهادة التخرج، بتطلع بيان درجات بالكورسات اللي انت اوريدي خلصتها، وتقول لهم انا يعني هتخرج وقت كذا، هيقول لك عادي قدم، ولما تتخرج وشهادتك ورقة تخلص ابعتهم لنا بعد كده. بس انت هتبقى ماشي في اجراءاتك اوريدي، انت كده مقدم. واعرف ناس في البروجرام بتاعي اوريدي كانت في الحكايه ديت، قدمت ببيان درجات الكورسات اللي هي اوريدي خدتها، وقالت لهم انه هي لسه يعني ان هم لسه شغالين في البروجرام بتاعهم. لما خلصوا خالص وخدوا شهادتهم ورقهم كامل خلاص وجاهز، قدموا الورق اللي كان ناقص اللي هي كانت شهادة التخرج وبقية الكورسات اللي هم خلصوها في الفترة الأخيرة قبل ما يتخرجوا. وعادي الجامعة خدتهم وخلاص، وبقوا كده مقيدين في الجامعة بالكامل يعني خلاص. وكانت في الفترة ديت كانوا مكملين البروجرام بتاعهم ده. أنا يعني كنت أعرف ناس
يعني دخلت اوريدي وماشيه كانت في الترم الاولاني في الماستر وهم لسه ما خلصوش الورق بتاعهم اساسا يعني. فهو الموضوع ده فليكسبل شويه من جامعه، وطبعا بيختلف طبعا من جامعه لجامعه، بس يعني انت دايما بتقول لهم على الموضوع دوت. وانا فاكر ان الجامعه بتاعتي برضو كانت قايله انه عادي ان انت تقدم وانت لسه شهاده الجامعه او التخرج بتاعك لسه مش جاهزه او مش حاضره. اكتفي بس بايه؟ بيان درجات للكورسات اللي انت اوريدي خلصتها. لو سمحت، هو لازم التوثيق من سفارة أثناء التقديم على اليوني أسيست، أو معلش السؤال معوج شوية عشان بس كلمات اللي بالإنجلش، ولا ممكن أجل توثيق بتاع السفارة دوت وأكتفي بتوثيق الخارجية؟ أو عامة ممكن، زي ما دايما بقول الموضوع بيختلف من جامعة للتانية. في جامعات بتكتفي عادي ان انت بس تطلع الورق حتى من غير اي اختام، هو طلع الورق ووريه لهم وهم هيراجعوا الورق يشوفوا الدنيا تمام، يقول لك بقى تعالى هات لي الورق بالاختام الكامله وخلاص انا هقبلك. في جامعات تانية بتقول لك لا، عايزه الورق بالاختام كامله. وده حصل معايا، كان في كذا في بروجرامين كنت قدمت عليهم. واحد الجامعه كانت طالبه ورق باختام كامله، التانية اللي هي الجامعة اللي أنا فيها حاليا ما كانتش محتاجة أختام ولا حاجة، هي بس عايزة الورق توريه لها الأول، هتطلع عليه تمام، تقول لك بقى هات الورق الأصلي أو هات الورق المختوم والرسمي. فطبعا عشان كده أنا ريحت دماغي من الأول وقلت خلاص أنا هخلص كل الأختام والدنيا تبقى جاهزة وأقدم بقى خلاص. وكده كده معاك ختم السفارة دوت مدى الحياة، فأنت خلاص الورق بتريح دماغك منه عشان الأختام الخارجية بتبقى صالحة لمدة سنة. فخلاص بتبقى انت بتطلع الورقة دي، الورق بتاعك خلصان، تقدمه بقى في الجامعة دي، قدمته السنة دي قدمته السنة الجاية اللي انت عايزه. فعشان كده انا ده اللي اخترته. لكن لو انت مثلا هتقدم على بروجرام واحد والجامعة مش شرطة عليك ان انت الورق دوت تقدمه لهم بأختام كاملة، فممكن تكتفي بختم الخارجية مثلا، قدم وكده. بعد كده لو خدت قبول منها ان شاء الله ساعتها بقى هنا تختم الختم بتاع السفارة وتبعت لهم. بس طبعا لازم تبقى في مراعاة الأختام بتاعة الخارجية دي انت ختمتها امتى، علشان تخلص بعد كده على طول ختم السفارة وما يبقاش في فترة طويلة قوي ما بين الختم بتاع الخارجية والختم بتاع السفارة، عشان بس الأختام بتاعة الخارجية بتتغير وصلاحيتها في السفارة بتاعة ألمانيا بتبقى لمدة سنة أو 12 شهر. شهادات التدريب أو شهادات الكورسات تترجم ولا محتاجة حاجة؟ لا، يعني يعتبر الشهادات ديت مش بتبقى محتاجة أي توثيق أو أي حاجة. لو حاجة تريننج معين عملته أو بروجرام معين دخلته فيه مثلا بعيد عن الدراسة بتاعة الجامعة، فلا بتبقى الشهادة بتقدمها زي ما هي، مش مستدعية خالص أي ترجمة أو أي حاجة. ممكن الطريقة لو أنا لسه في أولى جامعة هنا وعايز أكمل جامعة وتوضيح لنقطة الشغل اللي هو بورت تايم. وشكرا. لو أنت واحد عايز تكمل دراسة، يعني أنت بكالوريوس أوريدي وعايز تكمل، برضو الإجراءات بتبقى قريبة. الفرق الوحيد إن أنت هنا بقى مش هتقدم شهادة تخرج، أنت هتقدم بيان الدرجات بتاعك بالمواد اللي أنت أوريدي خدتها. يعني قول مثلا أنت، وده حصل مع حد قريب أعرفه برضو وجيه هنا فعلا برضو بيكمل بكالوريوس، أنت بتطلع بيان درجات بالمواد اللي انت اوريدي درستها. قول مثلا انت خدت اول سنه بكالوريوس وعايز تكمل بره، يبقى هتطلع بيان درجات سنه وتقدم بيه الجامعه. بيان الدرجات بتاعك كانه ده الشهاده بقى، وبناء عليه هم بياخدوه ويبصوا على المواد اللي انت درستها دي ويشوفوا بقى اذا كان المواد دي مثلا هيشيل منها مواد، مثلا هيشيلها من عليك عشان متشابهه، او هيقول لك مثلا لا ماشي هندخلك معانا بروجرام بس هتعيد من اول سنه. فعموما على حسب طبعا كل جامعه والدنيا ماشيه ازاي، لكن كورقه رسميه هتقدم بيها بتقول ان انت اخدت فترة سنة مثلا في البكالوريوس دوت أو أكتر، بتبقى بالبيان الدرجات. أما عن الشغل الطلبة، فشغل الطلبة بيبقى في بارت تايم. البارت تايم ده بيبقى عبارة عن 4 ساعات في اليوم تقريبا أو حاجة، اللي هي عبارة عن 20 ساعة في الأسبوع لتوتال 240 ساعة في السنة كلها. تمام، يعني 240 ساعة في السنة كلها متقسمين كالآتي: إن كل يوم بتحضر فيه بتاع 4 ساعات، أو في الأسبوع تبقى بتاخد 20 ساعة بس في الأسبوع بتاعك، ما ينفعش يبقى أكتر من كده. ده عموما البارت تايم، يعني كرف استيميت يعني عن عدد الساعات بتاعته. استأذنك، ايه لازمة اني اعمل صورة طبق الاصل من الشهادات الموثقة من السفارة، وهل لازم اعملها؟ برضو على حسب الجامعة. في جامعات بتبقى طالبة انه انت خلاص احنا قبلناك في البروجرام اهو، مستنيينك تيجي البلد بقى علشان تعمل انرولمنت وتدينا عشان الملف بتاعك، تدينا ورقة طبق الأصل عليها الأختام بتاعت السفارة مختومة فعلي على الورقة. فبتطلع هنا ساعتها طبق أصلي علشان تديه للجامعة بعد كده، لأنه الجامعات هنا ما بتاخدش أوراق أصول خالص، الأصول ده تفضل معاك. لكن الجامعة مطالبة إنها تطلب منك ورقة مطبوعة بس عليها أختام فعلية، فعشان كده بتبقى الورقة دي مهمة. لكن
مش كل الجامعات زي ما بقول بتختلف من جامعة للتانية. في جامعات بتقول لك لا انا هاخد شوية صور بس، يعني هات الاصول بتاعتك اديهاني هصورهم شوية صور احطهم عندي في ملف باسمك في الجامعة وفي الارشيف وخلاص، على كده ما تحتاجش اي طبق اصل او اي حاجة. انا كانت عندي محتاجين طبق اصل، فعلشان كده كان لازم ان يبقى معايا طبق اصل من السفارة. فدي حاجة برضه لازم تتأكد من الجامعة اللي انت رايح عليها. هو انا لو عملت نسخة طبق الاصل فكده هحجز ميعاد مع TLS علشان اعمل نسخة طبق الاصل الاول، ولا اوثق الاول عادي وبعد كده اعمل نسخة طبق الاصل؟ انهي الاول يعني؟ هنا لا، التوثيق بيجي الاول، طبق الاصل بتبقى الخطوه الاخيره خالص. يعني انت واحد عملت ورقك وثقته وفي السفاره قدمت بيه، خدت قبول من الجامعه، تبدا بعد كده تمشي في خطوه ان انت تعمل طبق اصل. طبعا تشوف اذا كانت الجامعه طالبه طبق اصل منك ولا صور بس هي للورقه، هي بس ايه اللي محتاجاه. اوكي، ومعنا سؤال تاني، والنبي ما توجعش دماغنا من ازاي تسافر لألمانيا. كل الموضوع لو اهلك اغنياء هتسافر بسبب الحساب المغلق اللي بقيمة 7000 جنيه، غير كده انت هتفضل في بلدك. واللي في الفيديو ده ما عملش انجاز غير انه اهله دفعوا الفلوس ومشي لألمانيا. شكرا. عندك حق عامه. يعني هي المشكله برضو في بلدنا هي انه لازم اهلك يتغرموا علشان بس تسافر بره عشان تبدأ من الصفر. دي الفكرة. قبل السفر وكده الواحد كان حاسس انه تايه، يعني مش عارف يتخذ قرار في ايه او يعمل ايه. من بعد ما اتخرج الواحد بقى حاسس ان هو الدنيا معاه تايهة ملطشة في بعض، يعني مفيش طريق واضح قدامه. لكن الواحد من بعد ما جه هنا فعلا يعني حاسس انه بقى في طريق قدامه، في طريق قدامه ممكن يبدأ ايه يمشي فيه ويبدأ يتخذ فيه اجراءات وكده. وانا عامه عمري ما قلت ان انا عملت انجاز عامه ان انا جيت هنا او كده، يعني هو مفيش انجاز خالص لسه. الموضوع كله احنا يعني يعتبر هو بس بيسخن للي جاي. يعني دي الفكره. يعني انت دلوقتي بتدرس، لسه معكش لغه، لسه في قدامك عقبات كتيره جدا عايز تخلصها. برضو اهلك هما اللي صرفوا عليك وجابوك لحد هنا، فطبعا دي مسؤوليه. ما ينفعش تخذلهم في حاجة زي كده. فلازم دايما تبقى عارف وحاطط في بالك إن في ناس هنا معتمدة عليك. فدي الفكرة يعني. دي حاجة الواحد لازم يفكر نفسه بيها طول الوقت، إن هو مفيش هنا مجال إن الواحد يعني يبدأ يتوه في الدنيا والدنيا تاخده لبعيد والجو دوت. لا لا، الواحد هنا جاي لخطوة معينة. فهي زي ما بقول هي إيه الواحد قبلها كان تايه، ودلوقتي حاسس إن هو بقى ماشي أخيرا في طريق صح. هي دي الفكرة كلها. وطبعا الموضوع بيختلف من شخص للتاني، شخصيات لشخصيات. عامة موضوع السفر بره وكده، في ناس تقدر عادي تقدر تتعايش في أي مجتمع عادي وتقدر تتصرف وتقدر توصل اللي هي عايزاه. في ناس تانية لأ، في ناس تانية بتبقى تايهة حاسة إن هي مش في المكان الصح. ما تتحط في مكان معين أو مجتمع معين تبدأ هنا تشتغل، تبدأ دماغها تشتغل. الأهل هم أهم حاجة، ومن غير الأهل طبعا ما كناش وصلنا لأي حاجة عامة يعني. دي آخر سؤال حبيت أنهي بيه هنا في الفيديو بتاعنا. أتمنى يكون عجبكم الفيديو هنا، أتمنى أكون وضحت شوية حاجات للناس اللي كانت بتسألني. فيديو الموتيفيشن ليتر يا جماعة هو الفيديو اللي جاي. آسف جدا على الناس اللي طولت معاهم مستنيين الفيديو دوت. دول اللي عنده أي أسئلة معينة أو أي أفكار معينة، فيديوهات جديدة عايزة تتعمل أو حاجة زي كده يكتب لي في الكومنتات. الانستجرام بتاعي برضو موجود في الديسكريبشن أو موجود هنا في الشاشة لو حد عايز يتابعني على الانستجرام وكده. ما تنسوناش باللايك، سبسكرايب، فعل النوتيفيكيشن عشان يجيلك كل جديد أول بأول. ودي كل حاجة يا جماعة، أشوفكم في فيديو جديد. سلام.